هتلاقي لعيب المصري بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. يعني هنا استخدام اليد موجود، ضرب بدون كرة موجود، ضربة جزاء واضحة مليون في المية. مش عارف ازاي الحكم ما حسبهاش، ومش عارف ازاي الفار كمان ما رجعهاش. لعبة زي ديت مهمة جدا. اول حاله هنشوفها مع بعض هنا فاول على لاعب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض كده هتلاقي برضو فيه التحام بالقدم من اللاعب المصري على قدم لاعب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه، قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. نشوف مع بعض كده هتلاقي فيه تدخل بقوه من اللاعب على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا لعيب المصري ما لعبش على الكوره، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار، وطبعا هنا قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا لعيب المصري كان بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض كده هتلاقي ما فيش اي التحام، ولو في التحام هيبقى بره خط ال 18 زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا اللاعب وقع لوحده، وطبعا هنا ما فيش تدخل للفار، لان لو في التحام هيبقى بره خط ال 18. وطبعا قرار الحكم ان ما فيش اي حاجه، قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب دايس بالقدم على قدم لعيب المصري، وهنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه التحام بالقدم مع لعيب المصري، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض كده هتلاقي فيه تدخل بقوه على قدم لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه. بس لعبه زي دي لازم يبقى معاه انذار، لان هنا لعيب المصري ما بيلعبش على الكوره، الكوره بعيده عنه تماما، وهنا التدخل بقوه على قدم لعيب الاهلي كان لازم يبقى مع اللعبه دي انذار. نروح للحاله اللي بعديها. وهنا الحكم حسب مخالفه على لعيب النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب المصري، وطبعا هنا استخدام اليد موجود، قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي مهمه جدا، وانا واثق 100% ان محدش هيتكلم عنها. اول حاجه هنا اهوت انا معلم على اتنين لعيبه، اللعيب اللي معاه الكوره ولاعيب النادي الاهلي جوه خط ال 18 وقع. لما نشوف مع بعض كده الاعاده هتلاقي لعيب المصري بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي زي ما احنا ما شايفين مع بعض. يعني هنا استخدام اليد موجود، ضرب بدون كرة موجود، ضربة جزاء واضحة مليون في المية. مش عارف ازاي الحكم ما حسبهاش، ومش عارف ازاي الفار كمان ما رجعهاش. لعبة زي ديت مهمة جدا، لان ضربة جزاء ما فيهاش اي كلام. لما تبص عليها كده اهوت تلاقي لعيب المصري بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وطبعا بيمنع اللاعب ان هو يجري، فالالتحام موجود. كان لازم الفار يتدخل في اللعبة ديت ويجيب الحكم يشوفها، لان هنا ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الاهلي. نروح للحلقة اللي بعديها. هنا فاول على لعيب الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقة اللي بعديها. هنا لعيب الاهلي كان بيطلب بمخالفة. نشوف مع بعض برضو هل في التحام ولا لا. لعبة زي دي مهمة جدا، انا مش عارف ازاي اللعبة دي ما اتعادتش. طبعا يعني من الزاويه من بعيد كده اهوت ما يوضحش في التحام ولا لا، لكن انا بتكلم على الاخراج، فين الاعاده للعبه زي ديت. نروح للحاله اللي بعديها، والحاله دي مهمه جدا برضو. كان لاعب الاهلي بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض كده اهوت هتلاقي الصوره جايه من بعيد، واضح ان لعيب المصري بيستخدم اليد، لكن برضو الاخراج وحش جدا. يعني زاويه من بالطريقه ديت وضربه جزاء لعيب بيطلبها تعيدها من زاويه بعيده بالطريقه ديت، هو واضح ان اللعيب المصري بيستخدم اليد. بس الافضل ان انت تجيبها من كذا زاويه، علشان حتى يعني لو الفار ما اتدخلش الجمهور يشوف ان في ضربه جزاء ولا لا، وبناء عليه يحكم عليها. لكن هنا الحكم ما حسبش حاجه، والفار كمان ما اتدخلش، لكن من بعيد واضح ان في استخدام باليد، لكن مش هنقدر نحكم عليها 100%. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لاعب المصري. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وبيشد لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه، قرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. بص كده على يد لعيب المصري، هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي، وهنا الحكم حسب المخالفه على لعيب النادي الاهلي، مع ان
مفيش اي التحام من لاعب الاهلي لا بالقدم ولا باليد. لاعب الاهلي نجح ان هو ياخد الكرة، لكن في الاخر الحكم حسب مخالفة على لعيب النادي الاهلي، وطبعا هنا قرار الحكم قرار خطأ. دي كانت اهم الحالات التحكيمية في مباراة النادي الاهلي والنادي المصري.